قال باسمه من يسبح بحمده راعده، باد العباد وربها ومعيدها. فواز ناصر قال في قصايده حكم، وذي ما هو فهم يعيدها، ومن ورا قصد القصيدة وقاصده رب العباد يعلها ويحيدها. والله شاهد والمعاني شاهدة على كل ما ودي بها واريدها. الوضع مزري والمشاكل واجدة، وأعوان شيطان الدبور تزيدها، وابليس صاحي والمشايخ راقده، وشر من تهويدها يا معشر الناس العوالم بايده، واملاكها في قبورها ما تفيدها، والنفس دا منها الرب عايده. يا وش غير الصالحات تفيدها. على العموم الفكر يفتي ناشده، والعقل نعمها والله انه يزيدها، وطارد الدنيا يراها شاردة، ولا المقفي ماسكنها بيدها. وبعد قال العامري في وارده، لو الظروف تزيد في تصعيدها ما ميل عن مبداي لأجل المادة، وخل بعدا للظروف وجيدها، أعل واعرف كل ما هي سائدة، واسلاف واعراف الرجال اجيدها، وماشي مع من باع ربعه فائدة، لو كركرت من عظم ربحه غيدها. ثم المهم الملك يهلك طارده، وصيد حمران العيون رصيدها، ومثل ما قلنا المشاكل واجدة، وللفساد تزيد من تعقيدها، وحلولها متقاربة متباعدة، والحر لا شد الحزام يصيدها، والساس ما تعليه غير القاعدة، لا راس حل المشكلة تحديدها. واكبر مصيبة والمشاكل صاعدة، واكبر غلط واكبر خطأ ترقيدها، والشيخ لا شاف المشاكل زايدة يحلها ولا العادي يزيدها. اللوم يبقى والملامة خالدة، والنفس ما ليت الحديث يفيدها، والشيخ لا نار الفتن متواقده، لا ينقطع لا سار في تخميدها. النار تاكل كل شيء وتناجده، وما كلتها قامت بترميدها، والنافي الماضي وكبر مرامده قصة وعبره، والدرى توكيدها. والشيخ لا شاف القبل متباعده، لا يشغله شاغل سوى توحيدها. البعد يصنع فرق لو هي واحده، والصد يعمل دور في تبديدها، والناس مثل الناس عينه واحده، والوقت يظهر فسلها من جيدها.